تعالى بقى نرجع لسؤالنا الاساسي، هو في امل ان الدولار يبقى ب 20 ولا امل ماتت وشبعت موت؟ طبعا في امل لما نعالج مشاكل السياحه في بلد فيها تلت اثار العالم، ونعرف ازاي نعمل ضيوف في بلدنا، وكمان تشتغل على زياده الانتاج وجودته سواء كان من زراعه ولا صناعه، ويبقى في منافسه حقيقيه في السوق تقوي اقتصادنا. وما تنساش اخواتنا في الخارج من مبادرات وتسهيلات اللي تزود استثماراتهم في بلدهم وتحافظ على فلوسهم اللي عملوها في الغرب، وده محتاج فكر جديد ازاي تفيدهم قبل ما تدور ازاي تستفيد منه. ما تنساش ان بلدنا فيها فرص استثمار كتير وبعائد ممكن يكون اكبر من دول كتير منافسه، لكن محتاجين نسوق للفرص الاستثماريه ديت بمعلمه وبشياكه، ومش لازم تقول له ان انت محتاج دولار. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه، بس الموضوع كبير وهتكلم فيه كتير، وده بحر وكلنا نزلنا فيه. استنوني في حلقه جديده وهبده جديده. انا علي الادريسي وده برنامجكم الهبد الاقتصادي. سلام عليكم.